هنقدم لكم النهاردة نموذج أيام تواجد الصليبيين في فلسطين، في القدس يعني. القطعة اللي بتقدم النهاردة بتتكلم على بعد سيطرة الصليبيين على عكا. ضربوا في عكا العديد من المسكوكات، بعضها كان له طابع صليبي صرف ومقصورات أو علامات لاتينية، وبعضها كان مشابه للسكة الفاطمية أو الأيوبية مع اختلاف المقصورات. والنوع الثالث مطابق تماما للسكة الفاطمية أو الأيوبية. يعني احنا عندنا الحاجة اللي عملوها الصليبيين كانت لها 3 خصائص أو 3 أشكال. بعضها كان له طابع صليبي صرف، يعني دي شكلها فيها طبعا علامة الصليب وفيها ما يفيد انها اجنبية ملهاش علاقة بالحاجات العربية. وتاني حاجة كان بعضها مشابه للسكة الفاطمية او الايوبية مع اختلاف شوية في الرسومات يعني. النوع الثالث كان مطابق تماما للفاطمية والايوبية. تمام. اللي هنقدمه النهاردة النموذج التاني اللي هو كان ليها طابع صليبي ماشي، ومشابه مش مطابق تماما يعني للسكة الفاطمية أو الأيوبية. النموذج اللي بنقدمه النهاردة عليه مقصورات مسيحية، هو مشابه للدراهم الأيوبية زي ما قلنا الشكل العام بتاعه، لكن في رسومات أو مقصورات مسيحية، فضلا عن وجود رمز الصليب في مركز الوجه، في الوش بتاع العملة في النص كده في صليب. دراسة تلك النوعية من المسكوكات بتحتاج لتأني، يعني الإنسان يعني يقراها أو يقرأ عنها كتير، وتعمق في فهم السياقات التاريخية التي أنتجتها. وجدير بالذكر أن كتابات المؤرخين كلهم وثقت التعاملات التجارية بين الصليبيين والمحيط العربي والإسلامي اللي كان حوالين الصليبيين في هذه الفترة. وأشارت العديد من المصادر التاريخية، ناس المؤرخين يعني اللي كتبوا، لوجود سعر صرف الدنانير في الدراهم الصليبية مقارنة بالفاطمية والأيوبية. يعني المؤرخين كاتبين إن كان في سعر صرف للدراهم الصليبية مقارنة بالدراهم الفاطمية والأيوبية، يعني كان موجود، وكانوا بيقولوا ده بكام ويعمل كام من الدراهم من الدراهم الصليبية، وهو مثلا يكون أيوبي أو فاطمي. فطبعا كده احنا فهمنا القطعة اللي احنا بنقدمها وتاريخها، وانها صليبية لكن واخدة مشابهة للطابع الأيوبي الفاطمي، لكن بمقصورات مسيحية فيها علامات زي الصليب وكذا وكذا حاجات مسيحية. بنقدم لكم ده. وطبعا لو ساعات القطع بتكون موجودة عند حد فبيبقى مش فاهم القطعة دي بتاعت ايه وبتحكي عن ايه، او ليه بالعربي وليه مكتوب فيها بالاجنبي، او عليها طابع او فيها لمسه كده تحس انها مسيحيه او ليها علاقه بالصليبيين. فبنقدم النهارده القطعه دي بالذات، وطبعا اكيد في قطع اخرى يعني، بس القطعه دي اللي بنقدمها هي قطعه صليبيه ايام وجود الصليبيين في بيت المقدس. هم المكان ده لما فتحوا عكا بدأوا عملوها في عكا يعني، لكن في وقتها كان المقصد هو فلسطين وبيت المقدس. اتفضلوا اتفرجوا على القطعة واستمتعوا بيها، وإن شاء الله كل مرة يجي معلومة جديدة أو يجي حاجة جديدة بنقدمها. السلام عليكم ورحمة الله.